هنا بقى يا بنات ايه، بعد ما حطينا التتبيله بصوا السردين بقى شكله جميل ازاي. السردين ده بيبقى طعمه حلو قوي قوي قوي. تعال نشوف بقى الرز بتاعنا عمل، البصله بتاعتنا عملت ايه. بصوا احنا بنحمر البصله قوي قوي لحد لونها ما يبقى بني بني غامق زي المحروق، بس هو مش محروق يعني. هشوفوا دلوقتي هيطلع طعم الرز جميل. لا بصوا بقى لون البصله عامل ازاي، بس مش هو ده اللون اللي احنا عايزينه عشان يطلع اللون البني الحلو بتاع الرز الصياديه اللي بناكله في المطاعم. مش هو ده لون البصل. خليكم معايا ثواني. بصوا يا بنات اللون، شايفين اللون عامل ازاي؟ هو ده بقى اللون اللي احنا ايه عايزينه. بصوا بعد ما حطينا الميه بقى، بصوا لون الميه عامل ازاي. هتشوفوه بقى والايه لما احط الرز ويستوي ويطلع اللون البني الجميل ده بقى. احط لها الفلفل. ايه رايكم بقى؟ شفت السردين بعد ما طلع شكله ايه؟ تحفه. بصوا ريحته، مش عايزه اقول لكم ريحته ايه، خطيره. بصوا بصوا الجمال. هوريكم كمان الرز، هغرف الرز واوريه لكم. ارجع ورا. ايه رايكم يا بنات؟ بصوا بصوا شكله حلو، يفتح النفس يفتح النفس والواحد صايم الصراحه. ايه رايكم بقى؟ بصوا شكل الرز. بصوا بقى السردين. بصوا ده عصير برتقال.